في فيديو النهاردة هنتخلص من كل جصاجيس الجينز الموجودة في البيت، وكمان لو عندك شكارة أو شوال قديم عندك في البيت تعالى أقولك هنعمل بيهم ايه. أولا هجيب الجصاجيس القماش الجينز دي، وهجيب دايرة قطرها 8 سنتي، وهبدأ أعمل دواير على الجينز قطرها 8 سنتي زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. ان انا هحط الدايرة وبعد كده ارسم الدايرة عليها، وبعد كده هجصها بالمقص، وهنبدأ نقصها ونعمل من نفس الحجم دي كذا واحدة كذا دايرة. تمام. وبعد ما خلصنا الدواير كده عملنا كمية كبيرة، هنبدأ بقى نجيب الشكرة او الشوال عندي مش مستعملاه في البيت، وهنبدأ نفتحه بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي. خطوات سهلة وما فيهاش خطوات كتيرة ولا متعجدة، وتابع معايا الفيديو هتطلعي حاجة تحفة خالص. يعني مش هتتخيلي ان دي معمولة من الجصاجيس والشوال المرمي في البيت ده. الخطوة اللي بعد كده هبدأ بقى اجيب دايرة قطرها 62. انا عندي الصينية دي موجودة قطرها 62، انت عايزة تعمليها اكبر او اصغر عادي خالص. اي دايرة كبيرة عندك. تمام. وهنبدأ نحطها على الشوال بالطريقة دي، وهبدأ ارسم دايرة وبعد كده هجصها، ودي الدايرة اللي هنحط عليها جصاجيس القماش. وبعد ما نخلص الدايرة دي انا هعملها دبل يعني اتنين. هجيب برضو شوال تاني عندي، وهبدأ اجص نفس الدايرة، بس بما ان الشوال ده بينسل وانا الاوفر بتاعتي مش شغالة دلوقتي، فانا ايه هبدأ ان انا احط القطعتين دول على بعض، وبعد كده اخيط، وبعد كده اشيل الزوايد. تمام. انا خيطت هنا وسبت فتحة، بس بعد كده قبل ما اقلب هشيل طبعا الزوايد اللي حوالين داير، وهبدأ اقلب الشغل بتاعي. احنا كده عندنا دايرتين قطرهم 62، دول بنعملهم من الشوال، وعندنا دواير تانية من الجنس. الدوائر التانية قطرها 8 سنتي. تمام. هبدأ بقى هنا بعد ما خيطت حوالين داير وشلت الزوايد، هبدأ اقلب الشغل بتاعي، وبعد كده الفتحة اللي انا قلبت منها هخيطها. وهنا بقى خيطت الدايرتين وثبتهم حوالين داير في بعض زي ما انتوا شايفين. سديت الفتحة بعد كده خدت خياطة حوالين داير. نبدأ بقى الجزء اللي احنا هنعمله على المكنة. هجيب الدواير، هاخد دايرة جينز وهبدأ اثبتها على طرف الدايرة الكبيرة زي ما انتوا شايفين. اخلي مثلا من تحت كده حوالي 2 سنتي منها، والباقي كله من فوق. تمام. هثبتها، اثبت كل واحدة جنب التانية بالطريقة دي، احط واحدة فوق واحدة. تمام زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده. والوان الدوائر اللي انا مستخدماها عشوائيه، يعني مش ماشيه بسيستم معين، لا انا حاطه واحده غامقه، واحده فاتحه، واحده سودا، واحده مش عارفه ايه كده، يعني مش حاطه حاجه معينه. تمام. هنبدأ بقى نخلص الصف ده بنفس الطريقة، ان انا بحط قطعة اتني الدايرة من النص كده، وابدأ احطها على القطعة فوق القطعة التانية واخيط. تمام. اخلص بقى باقي الدوائر بنفس الطريقة، ويا رب يكون الفيديو واضح.
وهنا بقى خلصت الصف الاول، نبدأ بقى نعمل الصف التاني. طيب الصف التاني هنحطه ازاي؟ عارفين الخياطة اللي انا لسه عاملاها، الخياطة اللي هي من فوق دي، اخلي القطعة التانية اللي تحت تغطيها. تمام، يعني هجيب القطعة كده احطها فوق الخياطة اللي بالاسود اللي شايفينها اللي في الصف الاول دي، بحيث تغطيها. تمام، ونمشي زي ما احنا عملنا بالظبط، نحط واحدة فوق واحدة، ونخلي لو فوق مثلا فاتح نحط تحت غامق. خلي بالي من تثبيت الدايرة، الجزء اللي بيتني على بعض اللي هو مفتوح بيبقى ناحيتي انا، والجزء المقفول الناحية التانية زي ما انتوا شايفين. بحط القطعتين على بعض، والجزء المفتوح ده بحطه في وشي وابدا اثبته، واخلي بالي ان انا بخليه لفوق شويه بحيث اداري علامات الخياطه اللي انا عاملاها من فوق. وهخلص بقى الصف التاني بنفس الطريقه كده. تمام. كده انا خلصت الصف التاني. نبدأ بقى في الصف التالت بنفس الطريقة، بحط القطعتين الدايرتين على بعض، الدايرة اطرافها كده على بعض، وابدأ اخيطها واخلي الجزء الكبير من فوق بحيث يداري مكان الخياطة او مكان تثبيت الدايرة اللي تليها اللي فوقيها. تمام، الخطوات دي هنفضل نكررها لحد ما نخلص الدايرة دي خالص. واخلي بالي وانا بثبت الدايرة ان انا مش بخيط على الاخر، انا بسيب مسافة بحيث المسافة دي هحط فوقيها القطعة التانية. يعني بص انا بخيط نص المسافة وارفع الدواس واحط القطعة التانية. تمام، اخلي بالي من الخطوة دي، مش هخيطها على الاخر. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا بخيط حاجة بسيطة 1 سنتي مثلا، وبعد كده احط القطعة التانية وابدأ اخيط.
وبكده احنا خلصنا الصف الثالث. هنبدأ بقى في الصف الرابع. هدخل الدايرة الكبيرة كده تحت الدواس، وهبدأ اجيب دايرة صغيرة واتنيها على بعض، واخلي الجزء اللي فوق يبقى اكبر من الجزء اللي تحت، بحيث ان الدايرة تداري مكان الخياطة اللي انا ماشية عليه في الصف الثالث. تمام. انا مش قاطعة من الفيديو كتير، ومش بحاول ان انا ما بسرعش عشان تشوفوا الخطوات تبقى واضحة قدامكم في الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده ان انا زي ما قلت لكم في نص الفيديو ان انا مش بخيط على الاخر، بحط الدايرة المتنية وخيط خياطة صغيرة، وبعد كده ارفع الدواس واحط الدايرة التانية، وهكذا. يعني مش بخيط الدايرة كلها على اخرها، لا، بخيط حاجة بسيطة، وبعد كده ارفع الدواس زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ احط القطعة اللي بعديها زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. يا رب يكون واضح وتعملوها. وخلي بالكم هي تبان صعبة، بس اي حد مبتدئ هيعرف يعملها. سهلة جدا، مفيهاش تعقيد، ومفيدة، وانت هتستفيدي بيها في بيتك. يعني لو عندك قماش كتير مرمي جينز، طبعا احنا شغالين جينز بالنسبة للناس اللي هي بتشتغل في إعادة التدوير، يعني فبيبقى عندها كمية قصاقيس رهيبة. فدي فكرة حلوة جدا، تتخلصي من القصاقيس في نفس الوقت يعني تستفادي بيها ما ترميهاش. احنا مش بنرمي حاجة. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية نبدأ نجيب افكار تاني القصاقيس القماش دياتي، بحيث ان احنا ما نرميش حاجة. احنا كلنا بنعرف نخيط، فلازم ما نرميش ولا حتى قصقوسة 1 سنتي. كل ده نستفاد منه. ركزي في الفيديو هتعمليها، يعني ما تسرعيش، اسمع الفيديو اكتر من مرة عشان تعرفي ازاي احنا عملنا الخطوة دي. يعني ما تتسرعيش، ما تقوليش لا ده باين عليها صعبة وهي عشان واخدة على المكنة هتعرف تعملها. لا، انت هتعرفي تعمليها حتى لو اول مرة تقعدي على المكنة. تمام. فخليكي يعني عندك طول أناه، وما تتسرعيش. مع الفيديو اكتر من مرة وشوفي الخطوات ازاي انا بعملها، او افتحي الفيديو وانت شغالة وشوفي خطوة بخطوة انا بعملها، واعملي زيي هتطلعي احسن من اللي انا عاملاه. وبكده احنا خلصنا رابع صف. خامس صف برضو بنفس الطريقة. هبدأ بقى ادخل الدايرة تحت الدواس، وخلي بالك وانا بدخلها تحت الدواس هتبقى الموضوع صعب بالنسبة لك. ارفع الدواسة على الاخر والابرة على الاخر فوق، ودخليها عشان ما تتقطعش معاكي. تمام. بعد كده هجيب الدواير، وزي ما احنا متعودين وعملنا في اول الفيديو نتني الدايرة كده من النص، وبعد كده نحطها بحيث نداري مكان الخياطة اللي فوق. اكمل بقى باقي الصف الخامس بنفس الطريقة. ولو الفيديوهات دي عجبتكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات بحيث نزودها الايام الجايه. احنا حابين بس نفصل من الشنط شويه، بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه برضو هنعمل شنط. احنا مش هنوقف شنط، بس حبيت ان انا افصل من الفيديوهات، ان انا اتخلص من الجنس اللي عندي، وجات لي الفكره دي فحبيت ان انا اصورها معاكم بحيث تستفادوا بيها. مش ناسيه طلب المتابعه اللي هي قالت لي شنطه الوسط اللي هي ب3 سوست. حاضر، في الفتره الجايه ان شاء الله هنعملها. تمام. لو كورسات خياطة او كورسات صناعة الشنط هنعملها برضو في القناة قريب. بس يعني عايزة تشجيع للقناة بتاعتي، ويا ريت اللي مش مشترك يشترك عشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات كتير، عشان انتوا عارفين ان التصوير في الصيف صعب جدا. تشجعوني وتدوسي لايك على طول، وتكتبوا لي كومنتات حلوة زي ما انتوا بتكتبوا لي على طول. ويا ريت اللي مش مشترك يشترك عشان تفتحوا نفسي ان انا اعمل فيديوهات كتيرة. كده انا خلصت الصف الخامس. اخر صف معايا الصف السادس. هنبدأ بقى نخيطه بنفس الطريقة، ان انا اتني الدايرة واثبتها فوق القطعة الاولى، بحيث ان هي تداري الخيطة اللي فوق وتبقى جزء منها على الدايرة اللي وراها. يا رب يكون شرحي واضح والفيديو واضح. عايزة اقول حاجة مهمة، انا حاطة البيج بتاعتي تحت في القناة في الفيديو، وكمان حطها في القناة. ويا ريت اي حد بيجرب اي شنطة بيعملها من الخطوات بتاعتي انا يصورها لي ويبعتها لي على البيج، عشان نعمل فيديو على اليوتيوب ان احنا ننزلها، بحيث الناس تتشجع ان هي تبدأ تتعلم وما تخافش. اسم البيج بتاعتي على الفيسبوك اسمها مجعل هايدي برضو، وكمان هتلاقي رابط في القناة، هتلاقوها تحت كمان في صندوق الوصف في الفيديو. تمام. ويا ريت اللي حابب ان هو يتعلم حاجة جديدة او حابب ان احنا نعمل شنطة جديدة يكتب لي في الكومنتات. وبكده احنا خلصنا اخر صف معانا في الدواسة اللي احنا بنعملها دي، او مفرش.
بس انا عاملاها على ان هي دواسة هنحطها في البيت، قدام حمام، قدام الباب، في اي حتة. هجيب بقى دايرة زي ما انتوا شفتوا، دايرة قطرها برضو 8 سنتي، وهبدأ احطها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بحيث اداري مكان الخياطة واخيط حوالين دايرة اثبتها كويس جدا. وبكده احنا خلصنا الفكرة اللي احنا بنعملها النهاردة، اللي عملناها من قصاقيس الجنس وكمان الشكارة القديمة. تحفة. يعني اي حد هيعرف يعملها وهتفرح بيها خالص، سهله جدا. ممكن تعمليها باي مقاس، مش شرط الدايره اللي انا عاملاها اللي هي 62، ممكن تعمليها اكبر من كده او اصغر من كده على حسب ما انت حابه. ويا ريت تشاركي الفيديو مع كل احبابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.